خلباش، أستاذ التعليم العالي، تخصص التاريخ وحضارة إسلامية بكلية الآداب جامعة القاضي عياض بمراكش. من المعلوم أن الدين الإسلامي حرر المرأة من كل قيود التخلف والتهميش التي طبعا كانت تحيط بها، ولهذا نجد على أن المرأة المسلمة كانت تبوأت مناصب عليا وكانت لها كلمة الفيصل في مجموعة من المجالات، سواء كانت مجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. طبعا نساء بلاد المغرب لا تقل كذلك أهمية، وكان لهن كذلك دور كبير جدا بعد نشر الإسلام في هذه المنطقة. وظهرت لنا مجموعة من النساء على مسرح الأحداث في هذه الربوع من العالم الإسلامي. من أهم الشخصيات التي كانت لها كان صيتها يفوق أو فاق أرجاء بلاد الغرب الإسلامي إلى بلاد المشرق وربما إلى العالم، وهي شخصية أمازيغية تسمى بزينب النفزاوية. طبعا ارتبط هذا الاسم باسم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، مؤسس الإمبراطورية المرابطية في الجناح الغربي للعالم الإسلامي. السؤال الذي يطرح: من تكون هذه الشخصية؟ فزينب النفزاوية اسمها بالكامل زينب النفزاوية بنت إسحاق الهواري القيرواني. وطبعا من خلال الاسم يتبين لنا أن هذه الأميرة هي أمازيغية ومن أصل قيرواني. ومن المعلوم أن قبيلة نبزة هي فرع من فروع هوارة، وهوارة كذلك هي من الفروع الكبيرة جدا لقبائل زناتة المتواجدة في كل الشمال الإفريقي وكذلك مصر وليبيا. طبعا هذه الشخصية ارتبط اسمها بيوسف بن تاشفين في ظروف تاريخية حاسمة في تاريخ الإسلام، لأن هذه الحقبة، ونقصد بهذه الحقبة القرن الخامس للهجرة الموافق ل11 الميلادي، كان العالم الإسلامي متمزقا مجموعة. في الوقت اللي كانت الإمبراطورية الأموية والإمبراطورية العباسية، نجد على أن هذه الحقبة عرفت الإمبراطورية الإسلامية تمزق ووجود كيانات سياسية متناحرة مع بعضها البعض. في نفس الوقت نجد على أن الكيانات المسيحية كانت تهدد التواجد الإسلامي في الشمال الإفريقي في هذه الفترة بالذات. يعني في هذه الظروف الحالكة نجد على أن ستظهر شخصية يوسف بن تاشفين وبجانبه طبعا زوجته زينب النفزاوية.